السلام عليكم حبيباتي، لاباس عليكم بخير مزيانين. نهاركم مبروك. بغيت نشارك معكم هذا الافطار الجماعي اللي درناه في دار الشباب حي السلام بهذا المناسبة ديال هذا الشهر الفضيل ديال شعبان. صمنا ودرنا واحد الافطار شهي رائع جدا. غادي نشارك معكم التفاصيل ديالو كاملة. عنقسم الصراحة الفيديو حيت عيجي طويل الا شاركت معكم كل شيء في فيديو واحد. فان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نخصو غير المملحات اللي درنا في هذا الافطار، اللي هما ليكيش والكنافه مالحه، كيجيو رائعين ولذاذين. غادي نبداو على بركه الله. غادي نبدا معكم بالعجينه ديال ليكيش اللي غادي نديرو فيها ربعه ديال الزبده سبيسيال وشويه ديال الملحه، 2 معالق ديال البافو، ونص كيلو ديال الطحين. ضروري تكون عندنا الزبده حيوانيه، ماشي ضروري ولكن مهم الزبده بلديه، كيجيو بها هاد ليكيش لذاذين بزاف. هذه الزبده عندي سبيسيال، فكيجيو بها لذاذين بزاف. فاللي ما عندوش بامكانه يستعمل الزبده العاديه، فاحنا استعملنا هاد النوعيه الجيده ديال الزبده. كنزيدو طحين نص كيلو، كنرملوه مزيان مع الزبده. عاد كنزيدو بيضه، كتقدر تهز لنا بيضه اولا بيضه ونصف. فهاد العجينه هذه هزت لنا غير بيضه، تجمع لنا الخليط صافي. جاتنا الزبده العجينه بهاد القوام هذا اللي كتشوفوا معايا. فكناخذوا هذيك شويه د العجينه وكنلبسوه بهاد ليمول هادو كيف ما كتشوفوا معايا بهاد الاطارات اللي كيكونوا خاويين من التحت. فكنحاولوا ما تجيش العجينه غليظه وما تجيش رقيقه، والزوائد كنقطعوهم بالموس بهاد الطريقه هذه. الا بانت لنا باقا غليظه شويه كنزيدوا نرقوا وكنحيدوا العجين الزائد بالسكين. طريقه سهله ان شاء الله غادي تنجح معكم. كيجيو الصراحه رائعين، كيجيو مزيونين بزاف هاد ليكيش، لا في المذاق لا في المنظر. غادي نعاود معكم وحيده اخرى. كنرشوا شويه ديال الدقيق باش ما تلصقناش العجينه، وكنبداو نلبسوا المول مزيان بهاد العجينه هذه بالاطراف ديال الاصابع ديالنا كيف ما كتشوفوا. والزائد كنحيدوه كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للبافو فراه اختياري، اللي ما بغاش يديروه بامكانه ما يديروش في العجينه، كيزيد غير منظر ومذاق وصافي. فكان العجينه من بعد ما كنجمعوها كنديروها في الثلاجه مده ثلث ساعه حتى نص ساعه. من بعد عاد كنجبدوها وكنخدموها في هاد ليمول. ملي كنخدموها كذلك غنرجعوا ندخلوها للثلاجه، كتبقى كذلك واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه. عاد غنديرو هاد الحشوه هذه اللي غنديرو فيها نص كيلو ديال القمرون، حيدنا منه الحبات للتزيين والباقي قشرناه. عندنا 3 ديال البيضات، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الهريسه، و250 غرام ديال الجبن المبشور، وعندنا علبه ديال الشامبينيون. فكنبداو كنديروا 3 البيضات ومعلقه ديال الهريسه والملحه ومعلقه ديال العطريه ديال السمك. كنخلطوهم مزيان بالفوي. عاد كنزيدو هاد زلافه ديال القمرون والشامبينيون. بامكانكم تستعملوا الفطر الاسود الا بغيتوا تستعملوا هذاك المجفف، ماشي مشكل، حتى هو كيجي المذاق ديالو مزيون. فكنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتها، ومن بعد كنبداو نديرو معلقه في كل كيش وحده، كنديرو فيها معلقه كيف ما كتشوفوا. كنعمروهم مزيان. كل حبه ديال ليكيش كنديرو فيها ملعقه من هذا الخليط هذا، كنعمروهم كاملين. ونسيت ما قلت لكم راه الخليط عملنا فيه معلقه ديال الجبن محكوك، وعاد الباقي كنديرو ديال الجبن كنديروه فوق من هاد ليكيش هادو. كنعمروهم كاملين بالجبن. اللي شاطو لي شاطت العجينه عملناها في ديك الحبات ديال ليكيش هاد لي اوفال. فكندخلوهم الفرن على درجه حراره مهيله، وكنمشيو نوجدوا الحشوه ديال الكنافه. عندي كيلو ديال الكنافه ونص كيلو ديال الهبره ديال الدجاج
صدر دجاج مقطع طريفات صغار، معلقه ديال الهريسه، معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، وكنديروا كيلو ديال الفلفله مقطعه مكعبات، فلفله حمراء وخضراء وإلا كانت عندكم حتى صفراء، مهم كنديروا فلفله الوان. فكنخلطوها مع هاد الدجاج هذا وكنزيدوها واحد 4 كاس ديال الزيت وكنديروها تشحر. فالبصله عندنا مشحره ها هي كيف ما كتشوفوا معايا، ولكن الفلفله هي اللي كنديروها مع الدجاج باش كتعطي واحد اللوغ وواحد المذاق رائع جدا كيجي مع الفلفله مع الدجاج. غنخليوهم يتشحروا حتى يطيبوا مزيان ينشفوا. بالنسبه نسيتنا الملحه، فكنديروا الملحه في الاخير قبل ما نردهم يتشحروا. بالنسبه لهاد ليكيش من بعد ما خرجناهم من الفرن وبردوا مزيان، ماشي بردوا مره، ولكن المهم القياس اللي نقدروا نحيدوهم من هاد الليمون هادو باش ما يتفرتوناش، حيت العجينه حساسه. فإلا حيدناهم باقيين حامين سخونين ما غاديش يبغيو يحيدونا ويقدروا يتهرسوا. فكنديروا هاد القمرون هذا كنزوقوا به هاد ليكيش. هادو من المملحات اللي كيجيو ما هما باردين ما هما سخونين، كيتكالوا دافيين. بالنسبه للحشوه ديال الكنافه فهي وجدات، كنزيدوها الزيتون مقطع وديك البصله المشحره والدجاج والفلفله، كنخلطوهم مزيان وكناخذوا هاد ليمون ديال المادلين وكنبداو نعمروا هاد الكنافه هذه اللي كنفسخوها وكنديروا لها الزبده والزيت مذوبين، وكنبداو كنديروا الكنافه هكا على الراحه ديال اليد ديالنا، وكناخذوا معلقه ديال الخليط وكنلفوها على ديك الحشوه بهذه الطريقه هذه. كنديروها على شكل كره، كيجي الحجم ديالهم كبيبر على الحجم ديال المادلين. بغيتو ديروا مول ديال المادلين اللي صغير اولا مول كبير، كيجيو هادو الصراحه هماويين، كيجيو كبيبرين وشباعين تبارك الله، كيجيو مزيونين. بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا كندير كميه ديال الكنافه اللي غادي تجيني جامعه لي الكره كامله ما يبقاش بين الحشوه، وعاد كنديرها في هذا المول هذا. طريقه سهله جدا غادي تنجح معكم ان شاء الله من اول مره. هكا كنكمل الكميه كامله وكندخلهم للفرن على عافيه مهيله حتى كيتحمروا كيف ما كتشوفوا معايا، وكنحيدوهم من المول وكنزينوهم بحبه ديال الزيتون وكنقدموهم بالصحه والراحه. هكا كنكون ساليت معكم الفيديو ديال المملحات ديال هذا الافطار هذا. تقبل الله منا ومنكم. ان شاء الله نشارك معكم طريقه ديال البيتزا جديده. بالنسبه للمعسلات فايت لي شاركتهم معكم هما والعصير، وان شاء الله غادي نشارك معكم حتى هاد الحريره الشهيه. بسلامه عليكم.